الكميه دي كلها ب 35 جنيه؟ بابايا فلسطيني توفى هناك، وبعدين سافرنا غزه قعدنا فيها حوالي حبه يعني مش كتار، وبعدين نزلنا اسكندريه. في حد مصري مزعلك ولا حاجه؟ هو ده هو ده اللي مزعلك. مش عشان مراتي والله، بس هي ست جدعه وبنت راجل. تعالى اقول لك على احلى سندوتش جمبري هتاكله لو انت في ابو قير. بسمع ان انت عندك احلى سندوتش جمبري، جمبري صغير شويه بس كميه كبيره جدا، بلدي بلدي والله، مفيش منه مستورد ده مفيش منه مستورد. لا. يعني الجمبري من الالف للياء حضرتك انت اللي مسؤوله عنه. ايوه وعارفه مصدره، بتشتريه والتاشير برضه بيتم من خلالك وكل حاجه. انا هنا من سنه 2000. بابايا فلسطيني ومامتي مصريه كويه. بابايا توفى هناك، وبعدين سافرنا غزه قعدنا فيها حوالي حبه يعني مش كتار، وبعدين نزلنا اسكندريه. من ساعتها بقى احنا هنا، اخدت شهاداتي ودراستي واشتغلت كله هنا. المشروع ده حضرتك عملتيه من امتى؟ شهر 10 اللي فات كنت فاتحه في عربيه، يعني فتحت المشروع هنا من شهر 10. في حد مصري مزعلك ولا حاجه؟ هو ده هو ده اللي مزعلك. مش عشان مراتي والله، بس هي ست جدعه وبنت راجل، وانا بدعي لها ربنا يوفقها في اللي هي بتعمله. يا رب انا نفسي اشوفها حاجه حلوه، لان هي برضو ظهري وسند. هي بتقول لي لا انا ما اقدرش انت مين دلوقتي بقى؟ انا ما اقدرش ازعلك. خليكم في بعض يا الله رب، يخليك بس. وشفت يا رب كده فرع وفرعين وثلاثه. الله يخليك يا رب، نورتنا والله. تربيتك لغايه عندنا تشرف. ربنا يعزك يا حبيبي. وكل شيء اقسم بالله انا باكل من الاكل ده. انا وهي بناكله والعيال بناكله من الاكل. وانا كمان باكل من الاكل. انت تنورنا. بسم الله. اطعم من الكبير، وبعدين ده الميزه فيه ما تلاقيش مجمد ابدا. كل يوم بتجيب بيوم البضاعه وتقشرها وتشتغل، ما بتجمدش عندها. عايز اقول لك الجمبري صغير بس ايه مسكر. لا طعمه احسن من الكبير والله، ما شاء الله. بقت مبدعه في حاجات ياما، سندوتشات والملوخيه بالجمبري وكل حاجه بقت ما شاء الله عليها، وبايديها معاش حد بيساعدها. يعني انا ما افهمش في شغلها، انا معاها اساعدها اجيب لها حاجه في حاجه ناقصاها، انما كل الشغل ده هي اللي بتعمله بايديها. ولا انا صنايعي. لسه داخل دلوقتي حالا لقيتها واقفه بتقلي بتعبي سندوتشات بتعمل كل حاجه. محل لوحدها ولا زي ما انت معاها؟ قلت، محدش معاها بيحط بس ايده جوه. ست الحاجه امها وستها بتنزل تساعدها وتقعد معاها، انما والله برضه هي الحوض برضه انا مش هي. هعرف اعمل كل ده. نعم. لولا تشجيعها هي اصلا انا مش هعرف اعمل كل والدة ده. حضرتك ولا والدتها لا هي. والدتي انا. هي اللي واقفة معاها على بتقف اول ما تفتح، هي اللي بتقف وتكنس وتمسح لو في حاجه عايزه تتغسل تغسلها، ولو مثلا حاجه ناقصاني هي اللي بتروح تجيبها، ولو انا عندها ضغط الشغل مثلا بايد اول ما بتفتح تعمل الرز وبتعمل الشرب، بتعمل كل حاجه. يعني لو انا مثلا سافرت مثلا ولا رحت جبت حاجه ولا في يوم مش موجوده، هي تسد بدالي كله. يعني برغم ان هي امي بس تسد بكل ده. الله يخليك. هي ما شاء الله عليها. وهي اصلا مشجعانا كتير. هي بتقول الاول احنا كانوا اخواتي واهلي معترضين شويه، لا ومش لا، بعد شويه كله بقى، وحتى الناس يعني مش كفايه اهلي، الناس يعني ممكن الاقي قاعده والاقي واحده معديه تقول لي روحي ربنا يرزقك، روحي ربنا يبارك لك. الاقي مثلا واحده حد يتصل بيا يقول لي عن مكه، ولا يقول لي روحي ربنا يجازيك كل خير، ويقفل ما منه كده. يعني الحاجات دي بترفع من معنوياتي اصلا. حتى انا مثلا متضايقه، ضغط الشغل كتير عليا، الوقفه تعباني، طول انا بقف من الساعه 4 لحد الساعه 2 بالليل واقفه. انت والله عشان بنت حلال. الله يخليك. والله يسترك يا رب يا عم عمر، الله يسترك. حاجه جميله. بعدين والله تعبانه جامد. انا بعيد عن الاكل حلو اصلا. والله انت فوق راسي. والله انت نورتنا. انت بجيتك لنا شرف. ربنا يخليك يا باشا. والله ولا اي حاجه، انت بجيتك لغايه اللي انت عرفتها وجيت لغايه عندها، ده شرف. بس وما كسبتش دي حاجه زي ناس فرحتها. تانية اصلا. والله فعلا احنا طلبنا، احنا المكان الجديد ده كنت عايزه ناس كتير تعرفنا والناس تيجي تجرب، لان احنا غيرنا من مكان لمكان، بنبقى محتاجين مثلا دعم شويه. كل ما نكلم حد ما يرضاش، او مثلا ما يردش، يشوف الرسائل وما يردش، حد يطلب مبالغ عاليه. طب يا جماعه احنا لسه بادئين. حضرتك والله اول ما بعت الرساله بعدها ما كملتش 24 ساعه لقيت حضرتك رديت، وتاني يوم لقيت حضرتك عندي. انا دخلت لقيت ام مكه الغزاويه، انا خدت بعض وجيت. ما تاخرتش علينا بجد والله. عشان شفت يا باشا بتصور برضو الفيديوهات وبتاع، ربنا يجزيك كل خير. لقيت شكل الجمبري يعني ما شاء الله. الله يسترك. بس حضرتك برضه لك فضل ان انت تشكر ان انت جيت كل المسافه دي. يعني الحاجه تقعد تقول ايه ده بجد لوحده كده، اقول لها والله جه لوحده، تقول لي روحي ربنا يكرمه. يعني بتاخد دعوات من الناس اللي احنا بنحكي عن حضرتك قدامه، بيقعدوا بقى يشكروا فيك واحنا بنشكر فيهم، ويقعدوا بقى يدعوا لك بقى. ربنا يخليك يا ست الكل بجد والله ده مش كلام. والله انا ربنا يعلم انت اللي انا بقوله ده من قلبي. ربنا يخليك والله مجيتك دي شرف عندي. والله العظيم انا اللي مبسوط وانا معاك النهارده والله. لا والله انت فوق راسنا. سندوتش جمبري جامد. معلش ابطل كلام شويه. لا يا باشا فوق راسنا يا باشا. والله العظيم ب 35 ده ببلاش. يعني هي بتروح من هنا الساعه 3، ممكن تنام ساعتين 3 وتنزل عشان تجيب الشغل. عندي اطفال، دروس، مدارس، البيت، تيجي على الدكان، كل ده بتنام ساعتين 3. انا والله ما بقول كده عشان مراتي، بس انا هي بتصعب عليا.
ونفسي تكبر عشان انا اشوفها مبسوطه ومرتاحه. ده شوربه سي فود دي يا ام مكه. ايوه انا شايف كابوريا وحاجات كده ما شاء الله، حاجه بيت والله مش حاجه مطاعم. ملوخيه بالجمبري. ودي بقى الملوخيه اللي بالجمبري اللي عم محمد بيحبها. حتى الرز هنا تحس اللي هو بيتي، يعني مش رز مطاعم، تحس الحاجه هي اللي عاملاه. ايوه صح. كان بتاعي في ابو قير في شارع احمد عرابي امام تاني سلالم. بفتح من الساعه 4 لحد الساعه 2 بالليل.